بسكوت اللانكشاير أو بسكوت النشادر هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة هنحتاج نص كوباية من السمنة يعني 100 جرام، تكون ساقعة لكن مش مجمدة قوي. هضرب السمنة لوحدها الأول كده حاجة بسيطة. أنا هستخدم المضرب الكهربائي، لكن لو مش متوفر مفيش مشكلة، ممكن تستخدموا المضرب اليدوي أو حتى معلقة. بعد كده هضيف نص كوباية من السكر البودرة، دول عاملين 60 جرام على الميزان. الكوباية المعيارية اللي عندي ساعات 236 مللي، ودي النص كوباية اللي في الطقم ده. طبعا لازم ننخل السكر البودرة قبل ما بنستخدمه عشان لو فيه أي تكتلات. لو بتستخدموا المضرب الكهربائي حاولوا الأول إن انتوا تخلطوا السكر مع السمنة بمعلقة كده، عشان لو شغلتوا المضرب على طول السكر هيطير في كل حتة. بعد كده هنضرب السكر مع السمنة كويس. في النص بس هنبطل كده مرة واحدة ونلم الجوانب ونضرب مرة تانية. يعني الموضوع ده بياخد حوالي دقيقة دقيقتين بالكتير، يعني ما بنكترش لغاية ما القوام بتاع الخليط بتاعنا يبقى كريمي شوية. بعد كده هنضيف بيضة واحدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة عشان الخليط بتاعنا ما يفصلش. هنضرب البيضة مع بقية الخليط، ما بنكترش، مجرد بس ما البيضة بتختفي. وهنضيف معاها طبعا رشة من الملح كده صغيرة. وبعد كده هنضيف نص معلقة من الفانيليا أو كيس، يعني اللي هو 2 جرام من الفانيليا. كده خلاص البيضة اختفت وامتزجت كويس مع بقية المكونات بدون ما نبالغ في الخفق. نبدأ بقى نضيف المواد الجافة. معانا 50 جرام من النشا، دول نص كوباية معيارية ناقص معلقة كبيرة. بنخلط النشا كده على السريع يعني لمدة ثانيتين. وبعد كده هنضيف الدقيق. معانا كوباية من الدقيق يعني 125 جرام، هنضيف عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر يعني 2 جرام. وطبعا ننخل الدقيق واحنا بنضيف. طبعا الوصفة هتحتاج مقدار دقيق أكبر من كده، بس عشان أنواع الدقيق مش زي بعض احنا بنبدأ بكوباية وبعد كده بنضيف بالتدريج حسب احتياج العجينة. انا هنا خلاص لميت العجينه ولقيتها بتلزق، جبت ربع كوبايه تاني من الدقيق، ضفتها كلها ما عدا معلقه كبيره، ولميت العجينه وعملت لها اختبار عشان اشوف كده كفايه ولا اضيف المعلقه اللي فاضله. هناخد قطعه من العجينه ونحاول نعملها كوره. اولا لازم ما تكونش بتلزق، ثانيا لازم العجينه تبقى متماسكه ما نعملها كوره. انا حسيت ان هي طريه بزياده فضفت معلقه تاني من الدقيق. كده اجمالي الدقيق اللي استخدمته 160 جرام، يعني كوبايه وربع من الدقيق. وكده بقى الشكل بتاعها النهائي، طريه لكن متماسكه. بغطي بقى العجينة وبريحها في التلاجة لغاية ما اشغل الفرن وحضر الصاج اللي انا هستخدمه، يعني بتاع 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. في التشكيل انا هستخدم المعلقة الصغيرة المعيارية دي عشان تديني كلهم حجم واحد. هنكورها كده كورة تبقى بالشكل ده. لازم واحنا بنكورها ان احنا نضغطها كده ما بين ايدينا الاول قبل ما نكورها عشان ما يبقاش فيها اي فراغات من جوه. ولو هتستخدموا الميزان، الوزن بتاع البسكوتة بيبقى من 5 لغاية 7 جرام، او ممكن بالنظر كده تعملوها اكبر من البندقة بشوية. بعد ما بخلص تشكيل كل الكمية بحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل ما بدخلها الفرن. بتدخل الفرن سخن على 170 أو 180 لو الفرن بتاعتكم باردة، وبندخلها في الرف الوسطاني. بتاخد تقريبا حوالي 15 دقيقة، يزيد أو يقل حسب الفرن بتاعتكم، بس يعني من أول 12 دقيقة ابدأوا تابعوها. هي بتاخد لون أشقر من تحت كده وما بتاخدش أي لون من فوق، وما بنفتحش عليها الشواية. أول ما بتخرجوها بتحسوا إن هي طرية حاجة بسيطة، بس لما بتسيبوها في الهواء كده بتجمد. هنسيبها بقى لغاية ما تبرد تماما وبعد كده نبدأ إن احنا نشكلها. طبعا أشهر حاجة ليها المربى. بنحط مربى المشمش في النص ونحط واحدة تانية عليها ونضغط عشان المربى يطلع منها شوية كده من بره، عشان جوز الهند او الفرمسيل اللي هنستخدمه يمسك فيها كويس. ممكن كمان نستخدم الشوكولاتة القابلة للدهن دي في التشكيل، يعني نحط منها كده في النص كمية حلوة وبعد كده نضغط بواحدة تانية عليها ونطلع منها جزء كده. والحشوة دي أنا بحب أستخدم معاها المكسرات أكتر، فهنا أنا طحنة شوية سوداني فاستخدمتها معاها. طبعا انتوا عارفين إن المربى بتطر أي حاجة، فلو هتستخدموها في خلال يومين فمفيش مشكلة، اعملوها بمربى. لكن لو هتخلوها فترة طويلة يفضل تستخدموا الشوكولاتة القابلة للدهن، أو ما تزينوهاش غير قبل العيد بيوم أو يومين. ويفضل برضو ان انتوا تعملوا المقدار الصغير ده اول مرة عشان تعرفوا ظبطة الفرن بتاعتكم في التسوية تبقى عاملة ازاي. وبعد كده لو عايزين تضاعفوا المقادير وتعملوا مقدار اكبر يبقى مفيش مشكلة. شايفين شكلهم لذيذ ازاي؟ ده المقدار اللي بيطلع من كوباية وربع من الدقيق. وده قوام البسكوتة بتاعتنا قبل الحشو. لما بنضغط عليه بنلاقيه كده هش قوي، لكن في سنة قرمشة بسبب النشا. يلا بقى جربوها واشوفكم على خير الفيديو الجاي.